بدأت تتعلم برمجة قبل كده ووقفت في النص، مش لوحدك. يمكن خدت كورس مجاني على اليوتيوب او حتى دفعت في كورسات مدفوعة بس انت ما كملتش. انا هنا مش جاي احكم عليك، انا جاي اقول لك انت مش فاشل، انت بس وقعت في نفس الفخ اللي كلنا وقعنا فيه قبلك. هما 3 غلطات مش اكتر. اول حاجة انك قررت تبدأ بحاجة تقيلة، دخلت بقى على باك اند، نوت جي اس، فلاتر، داتابيز، وانت اصلا لسه مش عارف يعني ايه بوينتر ولوب وفانكشن. تاني غلطة انت عملتها انك ما كانش عندك اي رود ماب واضحه، مشيت شويه ما بين الجافا وما بين البايثون ما بين الفلاتر، وكل حاجه شكلها صح بس كلها مشتته. تالت غلطه انت وقعت فيها ان انت ما كانش في حد تساله، ولما حصل معاك اول ايرور مع اول بج قفلت كل حاجه وقلت البرمجه دي مش بتاعتي. بس الحقيقه البرمجه كانت ليك انت بس ما بدأت الصح. وعشان كده احنا عملنا لك في كودكس هاب كورس اساسيات البرمجه، مش كورس يبدأ من فوق، لا ده بيرجعك للاساس، الحاجه اللي المفروض اي مبرمج يكون فاهمها قبل ما يختار تخصصه. في الكورس ده هنبدأ معاك بلغه السي بلس بلس، مش بس عشان تبقى محترف فيها، لا لكن كمان عشان تتعلم ازاي تفكر صح، تتعلم تبني لوجيك صح، وتفهم ازاي الكود بيشتغل من جوه. هتفهم يعني ايه ميموري، ويعني ايه سي بي يو، وازاي الكمبيوتر بينفذ كل سطر انت بتكتبه. هتتعلم الاو او بي، وهتبني انظمه حقيقيه زي البانكينج سيستم والاي كوميرس سيستم، وهتدخل على الداتا ستراكشر، وهتتعلم يعني ايه ستاك وكيو ولينكد ليست، وتحل بروبلمز كتيره حقيقيه بالالجوريزمز. هنشتغل معاك على السيكوال، وتفهم الاي ار دي والريليشنال داتابيز، ونفهمك يعني ايه كراد اوبريشن، وايه هي النورماليزيشن اللي ممكن تعملها على الداتابيز والجوين والاندكسنج، ونبدا نتعمق في السيكوال. هندخل كمان على الويب ونفهمك الفرق ما بين الفرونت والباك اند. كل ده وانت مش لوحدك، هيكون معاك منتور يراجع معاك كل الاساينمنت ويجاوبك على كل سؤال ويساعدك تختار التخصص اللي هكمل فيه بعد الكورس. معمول لاي حد لسه بيبدا او حتى جرب قبل كده ووقف في النص. وعشان يناسب الكل عملنا نظامين، نظام اونلاين مسجل ونظام اوفلاين في مقرنا في الدقي. خلي بالك العدد محدود جدا عشان عندنا لازم كل طالب ياخد حقه. تفتكر خلاص كده؟ لو محتاج تقسيط بنساعدك في نظام الاوفلاين. ابعت لنا دلوقتي عشان تلحق تحجز مكانك قبل ما نقفل الحجز.